السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين متتبعي الكرام؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي بغلاج افيك خديجه. كيف كتلاحظوا هنا ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الشكل كيجي في الكميم. هنا كيف كتلاحظوا انا درت هاد الغلاقه هذه باش نشد بها العبار، اولا تقدروا ترسموا تشكلوا واحد دائره بحال هكا اولا نص دائره. انا هنايا درت 20 سنتيم، قسمتها على النص اللي هي 10 سنتيم. هاد النص ديال هاد الكم كتجيو هاد النص ديال هاد نصف دائره، كتحطوها على ديك النقطه اللي درنا، يعني اللي قسمنا ديك 20 سنتيم، وكتحاولوا تدوروا هكا. يعني لكم الاختيار كيفاش كل واحد كيفاش غادي يدير نصف الدائره ديالو. هنايا كتجيو عاوتاني حداها، هنايا كترسموا عاوتاني نصف دائره، كتجيو هنا عاوتاني كديروا نصف دائره كيف كيبان لكم. انا شكلت هنايا نصف دائره، نجيبوها الوسط، يعني هاد الوسط ديال هاد النصف دائره والوسط ديال هاد النصف دائره نشكلوا عاوتاني واحد نصف دائره من الفوق. نتمنى يبان لكم مزيان. كنشكلوا عاوتاني واحد نصف دائره. هاد شويه اللي بقى لينا ضروري حتى هو كترسموه كيف كتلاحظوا. هنا غادي نكمل عاوتاني هاد نصف دائره، كنديروا نصف دائره. اذا انا غادي نكمل وغادي نرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. بعد ما كملت، كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال الرشمه ديالنا. تقدروا تزيدوها مازال حتى الفوق، انا غادي نحطها غير هنا بركه. اذا بسم الله على بركه الله نبدا معكم الطريقه ديال الخدمه. قلت لكم غنحتاج هذا الجهر هذا. اذا كيف لاحظتوا هنايا بديت واحد شويه، غادي نكمل معكم نخدم معكم واحد شويه. كيف كتلاحظوا كناخذوا عقيقه، كناخذوا وحده وكنرجعوا في الاخر، كنرجعوا في الاخر ديال العقيقه الاولى، وكنبقاو غاديين مستمرين على هذه الطريقه. اذا كيف كتلاحظوا هذه الطريقه كتجي حتى هي مقاده. اذا كترجعوا في الاخر كيف كتلاحظوا، وكتمشوا لقدام شويه على جهد عقيقه، قياس عقيقه، كتخلوا الاسباس ديال جهد عقيقه. اذا كيف كتلاحظوا كناخذوا عقيقه، كنرجعوا في الاخر ديال هذه، كندخلوا البرا وكنمشيو الاول، كنجيو لقدام، كنخليو قياس جهد عقيقه. نتمنى نشرح لكم مزيان. نعاود معكم الطريقه. كتمشيو كناخذوا عقيقه، نعاود معكم الطريقه. كتاخذوا عقيقه، كتمشيو للاخر ديال هذه الاخرى، كتمشيو حداها وكتمشيو لقدام، كتخليو هاد ليسباس ديال قياس عقيقه فقط، يعني كتحاولوا ما تبعدوش. الطريقه هذه انا غادي نستمر معكم هاد الطريقه، نتمنى يكون واضح لكم مزيان. دائما كتبقاو متبعين هاد السطر اللي درناه، هاد الخط اللي درناه ديال نصف دائره في الاول. اذا انا غادي نكمل هاد الرشمه هذه كلها بالعقيق ونرجع. اذا كيف كتلاحظوا كيجي على هذا الشكل هذا. اذا وسط هاد نصف دائره غنجيو وسط منها، غنقسموا هاد نصف دائره على النص، وغنديروا واحد الحجره هنايا وغادي نثبتوها. غنديروا هاد الحجر هذا مره، غنديروا هاد الحجر مره، غنديروا هاد الحجر الكبير. ندير نفس الطريقه اللي غادي ندير هنا، غنديرها هنا، غادي نديرها هنا.
هنا غنحتاجو كيف لاحظتوا درت مع هاد الورده هادي، نحتاجو هاد العقيق المهرس، وغنحتاجو هاد الجوهر الصفر كبير، وغنحتاجو هاد الموزونه هادي. اذا بسم الله نبدا معكم الطريقه. اذا انا غادي ندير هنا شويه ديال الموزونه، شويه ديال العقيق، بطبيعه الحال انا غادي نديرو غير وحيد. اذا هذه غادي نجيبوها الوسط، بغيتو تراسيو بالقلم بحال هكا، تخرجوا ورقه بحال هكا سطير هكا باش يجيكم مقاد. هاد العمليه بالنسبه للمبتدئات يديروها. اذا كنسبقوا دقيقه مهرسه، موزونه، دقيقه، موزونه، دقيقه، موزونه. غنديرو هنايا 4، نديرو 4 ديال العقيقات و4 ديال الموزونات. دائما كتسبقوا العقيقه وكتليو في الاخر موزونه. اذا تلاحظوا نجيو لي مقابلين معاها، كناخذوا عقيقه، موزونه، دقيقه، موزونه، دقيقه. كاين بعض العقيق كيكون مهرس، كيكون مسدود عفوا. هنايا 3 باقا ليا وحده وحده. نبدا العقيقه وموزونه. كيف كتلاحظوا كنحاولوا نقابلوها مع هذه، نجيبوا البرا النص الاخر. اذا نتمنى يكون واضح لكم مزيان. نعاود معكم الطريقه، موزونه، دقيقه، موزونه، دقيقه، موزونه، وعقيقه. هنا خدينا 3 4. يمكن لكم ديروا 3 ولكن انا على حسب القياس ديال هاد نصف دائره درت 4. اذا ما بين هذه وهذه غادي ندير وحده الوسط. ما بين هذه وهذه غنديروا عاوتاني وحده الوسط باش كنشكلوا واحد وريضه الوسط كتجي مقاده. كذلك ما بين هاد الرشمه وهذه غادي نديروا وحده كذلك الوسط. كنسبقوا العقيقه هي الاولى وكنتليو دائما الموزونه هي الاخرى.
اذا كيف كتلاحظوا كتجي هاد الشكل هذا. مازال ما كملتش، ان شاء الله باش غنكمل غادي نوريكم الشكل النهائي. بعد ما كملت كتجي هاد الرشمه على هاد الشكل هذا. كيف قلت لكم كتجي في الكمام بحال هاد الشكل هذا. نتمنى يكون واضح لكم مزيان بالنسبه للمبتدئات، وتكون هاد الرشمه تعجبكم. واي تساؤل مرحبا خليوه لي في التعليق، وما تنسوناش من الاشتراك وتفعيل الجرس، وكذلك التعليقات ديالكم بصراحه لي دائما كتحفزني ندير الجديد. اذا ما بقى لي الا نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.